شتم واستفز كل الفايترز اللي لعبوا. سافر من ايرلندا لنيويورك وراح للاتوبيس اللي بين اللعيبه وكسر الاتوبيس وقعد يرمي عليه حاجات وكان عاوز يضرب حبيب باي طريقه، وعمل مشاكل كبيره جدا اليوم ده لدرجه ان الشرطه قبضت عليه، وكل ده بس عشان عرف ان حبيب اهان صاحبه. كان عنده ماتش مع فايتر اسمه فلويد، وعشان الفايتر ده اسمر قعد يقول له كلام عنصري، وفي واحده من المؤتمرات قال له قوم ارقص لي يا ولد. فلويد اتضايق وقال بعدها ان الكلام ده عنصري جدا ورفضه، بس الناس قعدت تضحك عادي والموضوع عدى. ويا ريت الشتيمه والاهانات بتبقى بس للفايترز بتوع اليو اف سي اللي هو بيلعبهم، لا ده الموضوع وصل انه ضرب راجل كبير في البار بسبب انه عزم عليه بمشروب والراجل رفض انه يشرب معاه. سادس اكتر رياضي معروف على وجه الارض، اول واحد في اليو اف سي يكون بطل لحزامين في نفس الوقت، صاحب اسرع ضربه قاضيه في تاريخ اليو اف سي، اكتر شخصيه حققت ارباح في تاريخ الام ام اي، البراند بتاعه حقق ارباح تعدي $1 مليار، حتى من الرقم القياسي في مبيعات العرض للماتشات. تخيل بعد كل الانجازات والحوارات اللي انا حكيتها لك دي ان هو مش اقوى ولا احسن واحد في اليو اف سي اساسا. والاكبر من كده لو دخلت كتبت على جوجل مين هم التوب 10 في اللعبه مش هتلاقيه منهم اصلا. كونر ماجريجور مثال حي على الثقه اللي بتصنع اسطوره، الفايتر الوحيد في اليو اف سي اللي حرفيا غير قواعد اللعبه. الفيديو ده مش فيديو رياضي، ولو انت فاكر ان جاي النهارده اكلمك عن قد ايه كونر لعيب وموهوب والكلام ده، فاعتقد ان ده شيء عادي المفروض يكون موجود في اي رياضي عموما. الموضوع اللي انا جاي اكلمك فيه اكبر من كده بشويه. كونر مش مجرد فايتر عادي في اليو اف سي، جرأته، ثقته بنفسه اللي ملهاش حدود، وطريقته في الكلام وفي اللعب خلت منه بطل نجم عالمي الناس كلها متاثره بيه وبجمدانه. صدقني الموضوع مش عن القوه والمهاره. حبيب نور محمدوف اعتقد ناس كتير عارفاه او حتى الشكل ده عدى عليهم قبل كده. تخيل معايا ان واحد زي حبيب لعب في مسيرته 30 ماتش ما خسرش منهم ولا واحد، وحقق انجازات وبطولات كتيره جدا. وحتى يوم ما اتحط في مواجهه مباشره مع كونر والماتش ده كان اكتر ماتش يجيب مشاهدات في تاريخ اليو اف سي كلها، حبيب كسب كونر قدام العالم كله، وبرضه ما خدش نفس الضجه الاعلاميه اللي اخدها كونر، بالرغم ان كونر لعب 28 ماتش في مسيرته خسران منهم 7 اصلا، والماتش الوحيد اللي دخلوا في الملاكمه خسروا، وبرضه كونر فضل اشهر واكتر تاثير في الجمهور من حبيب. الفكره بتاعت فيديو النهارده على قد ما هي مختلفه بالنسبه لي لان مش دي طبيعه الفيديوهات بتاعتي اصلا، بس صدقني اللي اقوله لك النهارده عن شخصيه كونر ماجريجور ممكن يخليك حرفيا تبقى اجمد واحد في مجالك من غير ما تكون فعليا اجمد واحد فيه. اعتبر الفيديو ده فكره ممكن تاخده وتعمل بيه حاجه، وممكن يكون فيديو ترفيهي تتفرج عليه وانت بتاكل يعني. واهم حاجه ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان الشانل دي هتفيدك جدا. بعد كل اللي حكيته لك ده مش فاضل غير سؤال واحد، ازاي كونر اللي بدأ حياته كسباك يوصل انه يبقى اشهر واهم فايتر في تاريخ اليو اف سي؟ تعال احكي لك في السريع مين هو كونر عشان نعرف الموضوع بدأ ازاي. كونر اتولد في 1988 في ايرلندا، ومن هو صغير كان بيحب الرياضه خصوصا الملاكمه. اهله لاحظوا حبه للملاكمه فودوه يتدرب في نادي صغير وهو عنده 12 سنه. الموضوع تطور لغايه لما وصل سنه 18 سنه وبدأ يشارك في بطولات الام ام اي. وعشان تبقى فاهم الفرق ما بين الام ام اي واليو اف سي، الام ام اي دي الرياضه عموما، واليو اف سي هي المنظمه اللي بتدير الرياضه دي. كونر في الوقت ده الموضوع كبر معاه وكان محتاج فلوس عشان يوفر احتياجاته، فكان جنب الملاكمه شغال سباك عشان يعرف يصرف على نفسه. وهو قال قبل كده انه كان اوقات بيشتغل 12 ساعه بعدها يروح التدريب بتاعه، بس هو في كل اللقاءات دايما قال ان هو كان بيكره الشغلانه دي وان مش دي الحياه اللي هو كان حاببها. It is not a good, but not that if you're passionate about that, that's okay. But for me, it just wasn't a life I wanted to live. لحد ما اخد اهم قرار في حياته انه يسيب السباكه ويودي كل تركيزه في الام ام اي حتى لو هيعاني ماديا. وفعلا بعدها دخل بطولات وماتشات كتيره وكسبها، وبلس كمان ان هو من ايرلندا، وايرلندا مش بلد معروفه انها بتطلع لعيبه ام ام اي. فرئيس اليو اف سي لما شاف ده قال انا هبني سوق حوالين كونر ده، غير اصلا ان هو فايتر جامد ولعيب، بس هيبقى اول لعيب يو اف سي من اصول ايرلنديه، ودي حاجه كانت هتفيد اليو اف سي في التسويق عشان هتخلي الشعب الايرلندي يلاقي بطل في اليو اف سي يشجعه ويتفرج عليها. حاجه كده يعني عشان ابسطها لك زي محمد صلاح لما كان بيروح اي فريق كان بيجيب معاه الشعب من مصر كله، يعني كل الناس خلاص بقى بتبدا تتفرج على الفريق اللي راح له محمد صلاح. فهي دي كانت نفس الفكره، وده اللي خلى رئيس اليو اف سي يمضي مع عقد انه رسميا يبقى لعيب يو اف سي وهو عنده 24 سنه. ومن ساعه اللحظه دي حياته كلها اتغيرت وتحول من شغلانه السباكه انه يكون اهم فايتر في اليو اف سي. Look at everybody up here
They're all dressed like me. They're all trying to talk like me. They're all trying to be me. لو فتحت شات جي بي تي وكتبت مين هو اكتر ممثل شهرة، محمد رمضان ولا كريم عبد العزيز، هيقول لك محمد رمضان. طيب لو كتبت بقى مين هو اكتر ممثل موهبة واداء تمثيلي، محمد رمضان ولا كريم عبد العزيز، الاجابة هنا هتكون كريم عبد العزيز. طيب ازاي طالما كريم عبد العزيز اجمد في التمثيل، محمد رمضان متفوق عليه في الشهرة وممكن كمان في التأثير على الجمهور؟ البشر مخلوقات اجتماعية وعاطفية، بتدور دايما على اكتر من اللي هي شايفاه، بتدور على الشخص اللي شخصيته تشدهم، اللي يقدر يلهمهم، الشخص اللي ممكن يحطوا نفسهم مكانه. انت مش بتروح تتفرج على محمد رمضان عشان تمثيله حلو بس. ايه ده، هو كله ناصر مفيش بحبك يا در؟ لا، انت بتروح عشان تشوف دي. لا في بحبك يا درش بس مني انا. انت مش بتسمع مروان بابلو عشان مزيكته حلوه بس، لا انت بتروح عشان تسمع الحته دي. قضي يبقى بالدولار بندورش على الآثار. الناس بتفتكر الشخصيه المؤثره اكتر من اي حاجه تانية. الشخصيه الكاريزميه بتعبر عن القوه والثقه بالنفس، وبيبقى في عاطفه بتديها لك بتحسسك ان نجاح الشخص ده ممكن يكون نجاحك انت كمان. ودي حاجه الناس بتنجذب ليها لانها بتديهم شعور النجاح والالهام، بيديهم شعور انهم جزء من الرحله، جزء من القصه، سواء كانت رياضه، فن، او اي مجال تاني. I've ridiculed everyone on the roster. I'd like to take this chance to apologize to absolutely no. عارف ان القط ده مزعج شويه بالنسبه لك، بس من الاخر هو هيقول ان اللي انا حلمت بيه وصلت له وانا اجمد واحد والكلام ده. بس خليني اقول لك حاجه، البشر اللي على كوكب الارض دول مش اغبياء. لو في واحد مزيف وقعد يقول لنا الكلام ده للصبح، ايه الصور دي كلها؟ اول صورة دي وانا ببدلة الكاراتيه. هنعرف نقفشه عادي وهنضحك عليه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. ايه؟ وعشان احنا فاهمين ان الشخص الكاريزما او الواثق من نفسه مش هتصحى الصبح تلاقيه بقى كده، فايه اول حاجه بنبص عليها؟ ارجع لي ورا بقى كده، هات لي الشخص ده زمان كان عامل ازاي، بيقول ايه، بيشتغل ايه، بيعمل ايه، عيلته عامله ازاي، في بدايه شهرته كان بيقول ايه طريقته في الكلام. واول لما خلاص الشخص ده بياخد الفيريفاي انه حقيقي مش مزيف، هنا بس بتبدا القصه. Who the fuck is that guy? كونر من زمان وهو شاب صغير كان بيظهر ثقة غير عادية وهو بيتكلم عن مستقبله، ودايما وهو بيتكلم بيبقى عنده إيمان قوي بنفسه وقدراته من قبل حتى ما يحقق أي إنجازات أصلا. في لقاء ليه في 2008 وتقريبا ما كانش فيه غير أبوه وأمه اللي عارفينه، المذيع سأله أنت مين؟ سؤال عادي، بص قال له إيه؟ I'm a professional MMA fighter. Without a doubt you will see me on the UFC in the near future. Without a doubt. ولما سأله حلمك توصل لإيه في المستقبل، من غير ما يفكر ده كان رده. What is your dream? My dream is to be world lightweight champion in the UFC. History has been made. Conor McGregor is the UFC lightweight champion. طيب عشان اكون صريح معاك برضو، ما كل الناس بتقول انا هوصل وهبقى رقم واحد والكلام ده، امال ايه بقى اللي خلى الواد ده مميز يعني؟ ازاي نصدق فعلا ان هو مؤمن باللي هو بيقوله ده؟ ببساطه الثقه العاليه اللي انت شايفها في الشخص اللي عنده 20 سنه ده استمرت معاه وكانت جزء اساسي من نجاحه لحد دلوقتي. كونر بيبان قوي لما بيتحط جنب اللعيبه التانيه. عايز تشوف فعلا قد ايه كونر جامد وعنده حضور؟ شوفه وهو جنب الخصم اللي هيلعبه الماتش الجاي. هنا مثلا في المؤتمر الصحفي كونر مع الخصم بتاعه اللي هيلعبه الماتش الجاي، وكل واحد بيتسأل شويه اسئله يعني. الخصم بتاع كونر اتسأل شايف الماتش الجاي هيبقى عامل ازاي ضد كونر. Every time is different, you know, but in the end my hands raised every time and I'm 100% confident in that, you know. زي ما انت شايف كده باين قوي ان هو قشطه يعني، هو بيرمي كلمتين. ولو رجعنا كده للحته اللي قال فيها انا 100% واثق من نفسي، بص كده على رياكشنه بعد ما قالها And I'm 100% confident in that, you know. اعتقد ان مش لازم تكون دارس لغه جسد عشان تقفش ان الواد ده بيحور. عينه اترعشت، راسه اتهزت، رياكشن مبالغ فيه. يا عم خلاص بلاش نقول ان هو بيحور، بس على الاقل واضح جدا ان هو مش متاكد 100% انه هيكسب. نيجي لكونر بقى، اول حاجه عملها انه اتريق عليه. You know, he doesn't have a vision of what's going to happen, as you can clearly see. وبعدها قال ان هو من ساعه التدريبات وهو عارف ومتخيل هو هيعمل فيه ايه. وبعدها قال كده، وركز في الحته اللي جايه دي. Trust me, this is a first round KO for me. I have no doubt in my mind. الخصم بتاع كونر 100% هيسأل من جوه نفسه هو الواد ده جايب الثقه دي كلها منين؟ هو عارف منين ان هو هيكسب يعني؟ It's going to be a first round KO. Mark my words. ثقه كونر بتلعب في النفسيه بتاعت خصومه، بتخليهم يخافوا منه قبل ما يلعبوه اصلا. وفي كذا لقاء كونر برضو قال نفس الكلام، ان هو مش هيدمر الخصم بتاعه بس، ده كمان هيدمره نفسيا. I will break him mentally and I will break him physically. بالمناسبة وقبل ما انسى يعني بس واخش على النقطة اللي بعدها، من الناس اللي مش متابعة UFC يعني، كونر فعلا كسبه في الجولة الأولى بعد حوالي دقيقة ونص من الماتش، وده اللي حصل في الماتش.
conversation, looking to finish the fight. It is all over. Just like that. بص، من الطبيعي في اي ماتش UFC لما اتنين يكونوا بيلعبوا قصاد بعض، واحد فيهم يفقد التوازن، اللاعب التاني ما بيصدق وبيجري عليه زي الصاروخ كده عشان يخلص عليه. كونر ماجريجور وصل لمرحله من الثقه في الماتشات لدرجه انه كان بيخلي الخصم بتاعه يقوم ويكمل وما يكسبش ويخلص الماتش. دلوقتي في الماتش ده هو ما كانش عايز يكسب بس، لا ده كمان كان عايز يهينه، وده بسبب ان الخصم ده كسب كونر قبل كده، فهو كان عايز يرجع حقه. فقام ساب الخصم بتاعه في الماتش ده يقوم اكتر من 3 مرات عشان يبين للناس كلها ان هو انا اجمد منه وهكسب برضه. كونر كان نازل الماتش ده ومركز 100% وعنده خطه معينه انه ازاي يكسب الخصم بتاعه. كان مركز على رجله الشمال وانه يضربه كتير فيها، وده اللي خلى الخصم بتاعه يستفز لما خد باله من الخطه يعني، وعمل له كده في الاخر. ثقة كونر في نفسه وصلت ان هو كان بيتنبأ ايه اللي هيحصل بالظبط في الماتش. كونر بيستخدم اسلوب في علم النفس اسمه التصوير العقلي، والفكرة دي انه بيتخيل كل التفاصيل اللي هتحصل في الماتش، وبيتخيل الماتش من دماغه. هيعمل ايه وهو داخل الحلبة، ازاي هيضرب الخصم بتاعه، هيعمل ايه لما هو يضربه، انهي لحظة بالظبط هو هيكسب. كل الحاجات دي هو بيبقى محضر لها في دماغه ومتخيلها قبل الماتش اصلا، وبيتعامل مع كل ماتش كأن النتيجة معروفة اساسا ان هو كده هيكسب. وده بيخليه يدخل الحلبة بثقة غير عادية، وكأن الفوز مجرد مسألة وقت. طيب هو الثقة اللي عنده دي يعني جابها منين؟ يعني هي جت منين؟ ايه اللي حصل عشان ده كله يوصل له؟ وهنا كان اكبر تحدي في حياة كونر ماجريجور، واحد من اكتر الماتشات اهمية وإثارة في تاريخ رياضة الMMA. كونر كان عنده ماتش وكسبه، بس بعد ما كسبه راح وجري على فايتر اسمه خوسيه ألدو وقعد يهينه ويشتمه. خوسيه ألدو ده كان بطل وزن الريشة في UFC لمدة 10 سنين، وكان عنده سلسلة انتصارات طويلة جدا، وكان بيعتبر واحد من اجمد الفايترز في تاريخ الMMA، وكان مستحيل تقريبا ان حد يقدر يهزمه بسهولة، يعني صعب، هو جامد قوي. كونر طلب ان هو يلعب ألدو وقال ان هو هيكسبه وياخد منه الحزام، وطبعا كان شغال عليه العاب نفسيه من قبل الماتش بطريقه قويه جدا، لدرجه انهم كانوا في مؤتمر صحفي. كونر قام واخد منه الحزام بتاعه وقال له لو راجل تعالى خده. وكان عمال يتريق عليه ويهينه، بالذات ان هو كان مستغل ان ألدو مش بيعرف يتكلم انجليش كويس، فكان ألدو مش بيعرف يرد عليه الاهانات دي، وتقريبا ما كانش فاهم هو بيقول ايه اصلا. بس للاسف بعد 12 يوم من التسويق الكبير للماتش ده ألدو اتصاب، وقرروا ان هم يجيبوا حد مكانه يلاعب كونر، واللي هيكسب منهم هيلاعب ألدو. طبعا كونر ما عداش الموضوع ده عادي، وطلع وقعد يتريق على ألدو. He was looking for his way out, and thankfully for him, his coach, his team, they have found their way out. تشاد مينديز اللي هيلاعب كونر بدل ألدو كان اقوى فايتر في وزن الريشه بعد ألدو، وكانت ايده اليمين قويه جدا، فكان بيشكل خطر كبير على كونر. ماتش ما كانش سهل يعني، بس النسخه دي من كونر في الوقت ده كانت مستعده انها تلاعب اي فايتر في العالم وتكسبه عادي. كونر برضو اتريق عليه واتريق على ان هو اقصر منه، يعني ان هو قصير وكده. Chad is an overblown midget. وفي الماتش ما بينهم كونر كان عمال اصلا بيضحك وبيستهزأ بيه. Stand right in front of him like that when he lands that left hand. وبالرغم ان تشاد كان عامل معاه اداء كويس وما كانش سهل، بس الماتش انتهى على كده. 10 seconds. Oh, he's hurt. Could he finish him here? بعدها بيجي الماتش المنتظر. احنا كل ده عمالين بنتكلم عشان نوصل بقى للماتش ده، كونر وخوسيه ألدو. كونر قال قبل الماتش ده ان ألدو فايتر هجومي وبيعمل اندفاعات كتير قوي عشان يخلص على خصمه بسرعه، وكونر كان بيخطط ان هو يستغل اندفاع ألدو لصالحه. كان نفسي احكي لك عن التفاصيل اللي حصلت في الماتش وازاي كونر وألدو لعبوا ماتش التاريخ، بس فعليا ألدو اول لما الماتش بدأ اندفع على كونر عشان يبدأ لعبه الهجومي، وكونر نفذ الخطة بتاعته زي ما تصورها بالظبط. بس الخطة دي اتنفذت في 13 ثانية بس. ثقة كونر ما كانتش جاية من لا شيء، هو ما اتولدش لقى نفسه كده ان هو واثق بنفسه بالشكل ده. طيب هل في ناس مش واثقة في نفسها؟ بص، مفيش حد على وجه الارض ما عندوش ثقة في حاجة. مثلا في حاجات كتير احنا واثقين فيها بشكل كبير لدرجة اننا بناخدها كأنها اشياء عادية. لو انت ايدك الحمد لله سليمة هتبقى واثق ان انت تستخدم السكينة والشوكة تفتح وتقفل البيبان، وده ليه؟ ببساطة لانك بتعملها بقالك فترة طويلة، فانت بتاخدها كأنها اشياء عادية. فمفيش حد عنده نقص في الثقة في النفس في كل حاجة، هو بس ممكن يكون عنده نقص في الثقة في أنشطة معينة
بيها في مجالات معينة في الحياة. الفيديو ده مش فيديو غرضه النصيحة والجو ده، بس هديلك 5 نقط لو بتعمل واحدة منهم يبقى لازم تبطلها، وممكن تقرا بقى عنها وازاي تبطلها. يعني انا هحطك على اول الطريق. بس رقم 1، ما تتوقعش ان كل حاجة هتكون مثالية. لازم تكون واقعي وتدرك ان في احتمالات للفشل والتحديات وتحاول تتعامل معاها. 2، لو انت قاسي على نفسك وبتنتقد نفسك بشكل زيادة ده بيقلل ثقتك بنفسك بشكل كبير جدا. 3، لو انت دايما شخص بتخاف من الفشل او بتتخيل دايما الاحداث بشكل سلبي ده هيأثر على ثقتك بشكل كبير جدا. حاول تواجه مخاوفك. 4، نقص الخبرة. اكتساب الخبرة بيساعدك انك تبني ثقتك، يعني انت عندك خبرة في الحاجة دي فانت بتبقى واثق ان انت شاطر فيها. نقص المهارات. طور مهاراتك بانتظام، يعني ما تقفش عند ليفل معين وتقول خلاص انا كده احسن حاجة. ممكن بقى بكلمكم عن الموضوع ده بشكل اوسع لو انتوا حابين، يعني يبقوا اكتبوا لي في الكومنتات. وبرضو لو في حاجه معينه عايزين نتكلم عليها اكتبوا لي. وبجد بجد الفيديو ده فيه تجربه جديده قوي بالنسبه لي، يعني فحابب ان انا اسمع رايكم. هل الفيديو حلو ووحش؟ ايه السلبيات؟ ايه العيوب؟ يعني حابب بجد ان انتوا تشاركوني. يعني ده الانستجرام بتاعي، لو حابب نبقى اصحاب خش اعمل لي فولو ونتكلم، يعني لو عايز تسالني على اي حاجه. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان الشانل دي فعلا هتفيدك. يعني كان معاكم عبد الله لالا، سلام.